المغرب وسوريا فعلا داخلين لمرحلة جديدة بعد سنوات طويلة ديال القطيعة والتوتر. شنو وقع بالضبط في الكواليس؟ وعلاش دابا بالضبط الرباط بدات كتفتح الباب قدام دمشق من جديد؟ واش هاد الخطوة مجرد زيارة دبلوماسية عادية ولا بداية تحالفات جديدة ممكن تغير موازين المنطقة؟ كما كتشوف في الصورة المصغرة المرفقة راه كتعبر على خطوة مهمة لصالح التعاون بين البلدين، خصوصا بعد ما خرجت تقارير كتأكد قرب زيارة وزير الخارجية السوري للمغرب في واحد التوقيت الحساس اللي المنطقة كاملة كتعيش فيه تحولات سياسية كبيرة. اليوم غادي نهضروا بالتفصيل على علاش العلاقات رجعت تتحرك بعد سنوات ديال الجمود، شنو الربح اللي ممكن يخرج به المغرب من هذا التقارب، واش سوريا فعلا بدلت موقفها من قضية الصحراء، وشنو السيناريوهات اللي ممكن توقع في الأشهر الجاية. خليك معايا حتى الاخر حيت التفاصيل اللي غادي تسمع دابا مفاجئة بزاف. من بعد أكثر من 10 سنين ديال القطيعة السياسية والتوتر، العلاقات بين المغرب وسوريا بين داخل المرحلة جديدة كليا. تقارير إعلامية كثيرة هضرت على زيارة مرتقبة ديال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للمغرب، وهذه الزيارة كتعتبر الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة. الخطير في الموضوع ماشي غير الزيارة ولكن التوقيت ديالها، حيث المنطقة كاملة كتعيش تغييرات كبيرة. دول عربية رجعات كتقرب من سوريا، تحالفات جديدة كتشكل، وصراعات الشرق الأوسط ولات كتفرض واقع جديد، وهذا الشيء خلى بزاف ديال الدول تبدل الحسابات ديالها. المغرب من جهته كان عنده موقف واضح من الأزمة السورية منذ 2011، ووقف مع المعارضة السورية وحتى استضاف مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في مراكش. وفي ديك الفترة العلاقات بين الرباط ودمشق توترات بزاف، خصوصا مع دعم النظام السوري لجبهة البوليساريو ومواقف سياسية كانت ضد المصالح المغربية. ولكن دابا الصورة تبدلات. تقارير كثيرة كتهضر أن سوريا جديدة باغية تفتح صفحة مختلفة مع المغرب، خصوصا بعد ما تسد مكتب البوليساريو في دمشق، وهذه الخطوة عندها رمزية سياسية كبيرة بزاف. بمعنى آخر سوريا كتبعت رسائل مباشرة للرباط بأنها باغية ترجع العلاقات وتخفف التوتر اللي كان لسنوات. ولكن السؤال اللي كيطرح راسو بقوة هو علاش المغرب ممكن يقبل هذا التقارب دابا؟ كاين عدة أسباب مهمة. أول حاجة، المغرب اليوم ولا قوة دبلوماسية كبيرة في المنطقة، وعدد كبير ديال الدول ولات كتحاول تقرب منه بسبب النفوذ السياسي والاقتصادي اللي ولا عنده. تاني حاجة، الرباط كتخدم بمنطق المصالح، وإلا كان أي تقارب غادي يخدم القضايا الاستراتيجية ديال المغرب خصوصا قضية الصحراء فمن طبيعي يبدا انفتاح تدريجي. ثالث نقطة، المغرب باغي يحافظ على حضور قوي في الشرق الأوسط خصوصا في مرحلة إعادة ترتيب العلاقات العربية. دابا تخيل معايا هذا السيناريو، إذا فعلا سوريا بدلت موقفها بشكل رسمي من البوليساريو ووقع فتح سفارات وتعاون اقتصادي وسياسي جديد، راح هادشي غادي يكون ضربة قوية للخصوم ديال المغرب، حيت دمشق كانت لسنوات محسوبة على المعسكر الداعم للبوليساريو، وأي تغيير رسمي في هذا الملف غادي يكون عنده تأثير سياسي وإعلامي كبير. وزيد عليها هذا التقارب ممكن يفتح الباب حتى لتعاون اقتصادي وتجاري جديد بين البلدين. ولكن كاين سؤال آخر مهم بزاف، واش هذا التقارب حقيقي وطويل المدى ولا غير مرحلة مؤقتة مرتبطة بالظروف الحالية؟ هنا التحليل كيولي مهم. كاين اللي كيشوف أن المنطقة كاملة داخله لمرحلة تصفير المشاكل، يعني الدول ولات كتفضل المصالح الاقتصادية والسياسية على الصراعات القديمة. وكاين اللي كيقول أن كل شيء مازال في البداية، وأن العلاقات خاصها خطوات رسمية أكبر باش نعرفوا واش فعلا كاين تحول حقيقي. ومن بين الأمور اللي خلات هذا الخبر يدير ضجة كبيرة هو الحديث على إمكانية زيارة مستقبلية للرئيس السوري أحمد الشرع للمغرب. إذا وقع هذا السيناريو فعلا راه غادي يكون حدث تاريخي بكل المقاييس، حيث غادي يعني أن العلاقات رجعت بشكل كامل تقريبا، وأن المرحلة القديمة تسدت نهائيا. لكن واش الجزائر غادي تبقى ساكتة؟ هذا السؤال مطروح بقوة، لأن أي تقارب بين الرباط ودمشق ممكن يخلق توتر سياسي جديد في المنطقة، خصوصا إذا تبدلت مواقف سوريا من بعض الملفات الحساسة. وهذا الشيء علاش المتابعين كيشوفوا أن الأيام الجاية غادي تكون مليانة مفاجآت وتحركات دبلوماسية كبيرة. المثير أكثر هو أن المغرب كيبان هذه المرة هادئ وواثق في تعامله مع الملف، لا تصريحات هجومية لا توتر إعلامي، ولكن تحركات محسوبة بدقة.
وهذا الأسلوب معروف على الدبلوماسية المغربية في السنوات الأخيرة، خدمة هادئة ونتائج قوية. دابا السؤال الكبير اللي خاص كل واحد يفكر فيه، واش فعلا المغرب وسوريا غادي يفتحوا صفحة جديدة مبنية على المصالح المشتركة، ولا الخلافات القديمة مازال قادرة ترجع في أي لحظة؟ الأيام القادمة غادي تكشف بزاف ديال الأمور. وفي الأخير نقدروا نقولوا أن العلاقات المغربية السورية داخلة لمرحلة حساسة ومهمة، خصوصا بعد سنوات طويلة ديال القطيعة والتوتر. الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السوري للمغرب ماشي مجرد بروتوكول سياسي عادي، ولكن رسالة قوية بأن المنطقة كتغير، وأن التحالفات القديمة ما بقاتش ثابتة بحال قبل. والمغرب كيف العادة كيبان أنه كيلعب بهدوء ولكن بثقة كبيرة في الساحة الدبلوماسية. دابا أنت شنو رأيك؟ واش كتعتقد أن سوريا فعلا بدلات موقفها تجاه المغرب، ولا هاد التقارب غير مؤقت؟ اكتب لي رأيك في التعليقات، وما تنساش دير لايك وتشترك في القناة باش توصلك آخر التحليلات والأخبار الساخنة.